السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل لكم طاجن لحمة. في الطاجن يعني انا مش هعمل بقى كالعادة يعني فتة وكده. لا، انا هعمل طاجن لحمة كده هناكله بالعيش. ده البصل اللي انا مفرزاه، وده الفلفل والطماطم والفلفل احمر وفلفل اخضر، واللحمة اهي، وطبعا البهارات اهي، ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات. بصوا حبايب قلبي، حطيت اللحمه اهي في الطاجن. هي طريقه سهله وبسيطه، وانتوا عارفين ان انا بقدم كل حاجه سهله وبسيطه، واي حد ممكن يعرف يعملها يعني. فحاجاتي سهله وبسيطه. انا حطيت اهو البصل من تحت واللحمه من فوق، وطبعا هحط الفلفل الالوان وطماطم. بسم الله. عشوائي كده يعني، مش ايه، عشوائي كده. شايفين اهو. واحط بقى البهارات اهي. بسم الله. شايفين. حطوا بقى شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طبعا انا بعد ما طبعا كل ده هينزل من تحت، وكل اللي على الوش اللي انا حطيته ده هيشرب. وده طاجن لحمه يعني ايه، هيبقى سهل وبسيط وطعم. هيعجبكم جدا على فكره. لفيته اهو من الورق الحراري وادخله الفرن، واول ما يخرج من الفرن هتشوفوه. وهي حبايبي بعد ما خرجت من الفرن اهي، افتحها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها تحفه 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 بجد. بصوا المنظر، منظر تحفه بجد. القش ريحتها مش قادره اوصف لكم على الريحه. وطبعا حبيت اكون مختلفه، ان انا ما اعملش فته وكده، كل الناس عارفه الفته. فحبيت اكون مختلفه واقدم لكم حاجه جديده. يعني الطاجن ده بصراحه طعمه وريحته خطير خطير خطير. وطبعا مع العيش البلدي اهو. طبعا بقى اللي عايز يعمل طحينه، اللي عايز يعمل سلطه، طبعا اكله تحفه وطعمه وخفيفه كده. في الحر ده هتكون خفيفه يعني، بلاش رز والكلام ده. واتمنى ان انا كل اللي بقدمه يعجبكم واكون خفيفه عليكم كده. وارجو بقى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دمياطيه. والف هنا وشفا للي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. مع السلامه.